السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا النهارده طالعلكم بوصفة الحمام الكداب. دلوقتي هتجيبي طاسة هكون مولعة عليها النار وحاطة عليها حتة سمنة، وهنبقى جايبين وراك خاليينها ومنضفينها كويس، ونجيب بصلاية ونجيب حبة رز ونجيب كبد وقوانص وننضفها طبعا ونقطعها حتت صغيرة. دلوقتي كده انا حاطه السمنه في الطاسه ومشغله عليها النار. دلوقتي بسيبها هي تسيح وهي كده على النار، بعدها احط عليها كده اهو لما بحط عليها البصل وهسيبه يتشوح شويه. كده بدأ يتشوح، احط عليه الكبد والقوانص. بعد ما حطيت عليه الكبد والقوانص هقلبهم كده، بقلبهم في السمنه والبصل. طبعا بقلبهم كويس وهم على النار. طبعا ده الرز ودي الوراك. هنا كده انا بوريكم انا منضفاها ازاي، وانا خليته الراجل يخليها. هحط عليها الرز وهقلبها كده، انا بقلبها اهو. كده انا اهو قلبتها، هحط عليها ميه وهسيبها بقى تستوي، وهحط عليها الملح والفلفل الاسود. انتي لو عايزه تحطي عليها توابل تاني دي براحتك، التوابل دي اختياري. انا حطيت ملح وفلفل اسود وقلبتهم مع بعض وسبتها تستوي. وانا كنت بعمل الكبد والقوانص، كنت مشغله على طاسه فيها ميه، حطيت عليها التوابل بتاعتي. هتجيبي طبعا حته ورقه فويل، هتحطي عليها الوراك وتحطي عليها الرز والكبد والقوانص وتلفيها كويس اهو. كده انا بوريكم بعد ما حطيت الوراك وحطيت فيها الرز والكبد والقوانص، هلفها بالورق الفويل كويس وهحطهم في المية اللي انا قلتلكم عليها فيها التوابل، هحطهم فيها اهو. كده انا وريتكم اول واحدة اتعملت ازاي، هوريكم واحدة كمان اهي. طبعا وتلفيها كويس كده، انا بلفها كويس. شايفين منظرها؟ انا بقى حطيتها في الشوايه، انتي عايزه تحطيها في الصينيه في الفرن براحتك، انا حطيتها في الشوايه. وطبعا الرز اللي اتبقى انا سويته. ودي كانت النتيجه ودي نهايه الفيديو معانا. متنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعيل الجرس وكومنت حلو. شايفين المنظر عامل ازاي؟ كان طعمه حكايه اصلا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.